السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة كيش بالسلق والدجاج باللاباط بريزي بأسهل طريقة وناجحة 100%. من قبل ما يكون وركزولي على الدف والفم. نبدأ على بركة الله. في اللاباط نحتاج 250 جرام فرينة، ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود، بابريكا حار وحلو، وتوم بودرة، ورشة معدنوس، وصفار بيضة، و130 جرام زبدة مقصوصة مربعات صغيرة. الزبدة تكون بحرارة الغرفة باش تعاوننا في الخدمة. ندخلوها مليح في الفرينة، من بعد نعاونو رواحنا بشوية ماء، حوالي 5 مغارف بالتدريج، خاطر من بعد الزبدة تطلق الليدة متاعها، والليدة متاعها هو اللي يخلي لاباط تاعنا تتلم. نحطوها فوق البلان دو طرافاي ونلموها بيدينا، نحاولوا ما نعجنوهاش حتى تتشكل العجينة تاعنا. نغلفوها بابي فيلم ونخليوها ترتاح واحد ل5 دقائق. بعد ما ترتاح نحلوها بالقراص على شكل دائري، ونحطوها في المول تاعنا ونركزوا على الحواف باش يجي شكل تاعها متحوف من برا. ما تنساوش تنقبوها بالفرشيط. في مقلة فوق النار نحطو 3 مغارف زيت، ونحطو ربع صدر دجاج مقصوص مربعات يتقلى مليح. نزيدو لها بصلة متوسطة مقصوصة صغيرة تتقلى مع الدجاج تاعنا. بعد ما يتقلى البصل والدجاج تاعنا نزيدو نحطو نص ربطة تاع السلق مغسولة ومقصوصة صغيرة، نغطيو عليه ونقعدو نحركو فيه حتى يدبال. نزيدو نحطو 2 سنات توم، مغرف صغيرة ملح، ونص مغرف صغيرة فلفل اكحل وكركم وراس الحانوت. في ريسيبيون نحطو 2 عظمات كاملين وبياض بيضة اللي استعملنا الصفار تاعو في لاباط، ونخلطو مليح بالفوية. نزيدو كاس كريم فريش ونخلطو مليح، ونحطو 3 كعبات فرماج، ونحطو فرماج اي نوع عندكم، شيدار ولا غريير، يكون مقصوص خشين ولا رابي. انا حطيت نص وخليت نص للتزيين. الان السلك تاعنا يكون طاب، نحطوهم مع الخليط تاع العظام والكريم فريش ونخلطو مليح. نجيبو المول تاعنا اللي فيه العجينة ونحطو فوق الخليط اللي درناه. ونزينوها بالفرماج رابي ودي غونديل دو طماط، ونخليوها تطيب في الفور يكون سخون ونقبل. ما نحكي لكمش على ريحتها في الدار وهي طيب. وهذه هي الوصفة اليوم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بجيم والاشتراك في القناة، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وبالصحة والهنا، سلام.